أصلا احنا اليوم مشكلتنا، إذا تقول لي شنو المشكلة اللي مدمرة حال المسلمين، أقول لك أول وأهم وأكبر مشكلة الناس اللي يتحدثون باسم الدين والدين منهم براء. أكبر مشكلة، والدين منهم براء، أكبر مشكلة. لا يعرفون يتحدثون عن الدين ولا هم يمثلون الدين في سلوكهم. تلقاه كذاب ويقول للناس كونوا صادقين، تلقاه ياكل حرام ويقول للناس لا تاكلوا الحرام. انت تكذب على منو؟ هل هذا يعني انه لا يوجد رجال دين صالحين؟ لا لا لا, لا. الحمد لله عندنا هم البركه بذول. يعني المؤسسه الدينيه للاسف الشديد فيها بعض العناصر الذين يشوهون صورتها، لكن فيها ما شاء الله من القمم، فيها ما شاء الله من التقوى، فيها ما شاء الله من الورع، فيها من العلماء العاملين ما شاء الله الحمد لله. لكن ما أقدر أقول كل المؤسسة الدينية ولا واحد من عندنا هم يقدر يقول لك، لأنه الواقع اللي جاي نشوفه أمامنا هذا يجر منا وهذا يجر منا. هذه من محن الزمان عندنا احنا. وهذا الكلام ليس مرتبطا بالطائفة اللي احنا ننتمي إليها، هذا الكلام مرتبط بكل الطوائف. كل الطوائف تعاني منها. أهل السنة دفعوا ضريبة من جماعة يدعون هم يدعون أنهم من أهل السنة كذبا وزورا، وهكذا الكل يدفع ضريبة. شنو المطلوب؟ المطلوب أنه أنت لا تخدع. مو كل من اجى قال الله أكبر هو مع الله، مو هذا يقول الله أكبر وهو يرى نفسه أكبر من الله. مو كل الله أكبر تصدر من ألسنة الناس صادقة. الله أكبر إذا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا قالها فرض عمار بن ياسر، لماذا؟ لأن النبي قال أن عمار ملئ إيمانا. فهؤلاء شلون كان عندهم خطة؟ شنو من مخطط عجيب. يعني يبنون مسجد للصلاة، مسجد للاعتكاف، مسجد إلى أحكام شرعية. المسجد لا تدخل له المرأة الحائض ولا يدخل له المجنب، بأحكام شرعية. لا ينبغي رفع الصوت في المسجد، لا ينبغي النوم في المسجد، لا ينبغي كذا، كثير من الأحكام. لكن هؤلاء بنوا مسجدا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن. شوف المصيبة، يعني مع كل هذه المؤامرة لما تجي تكلمهم يحلفون ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إحنا ما عندنا شيء، نحن ندافع عن الإسلام والمسلمين، نحن ندافع عن القرآن، نحن بنينا مسجدا تكلفنا حتى يرتفع صوت لا إله إلا الله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.